هتبقى اسرع في الجري بعد سيشن واحده بس. ايوه دي حقيقه فعلا. وتعالى اثبت لك. اللاعب محمد وليد لاعب نادي مودرن كان معايا في التمرين بنتدرب ازاي انه يغير اتجاهه من الجري الجانبي للسبرنت اللي قدامه. التمرين كان الساعه 5 وفي نفس اليوم الساعه 9 كان عنده ماتش، ونفذ نفس الحركه بانسيابيه عاليه جدا. خد قرار سريع وكمل بتكنيك الجري اللي احنا برضو كنا شغالين عليه. دراعه مظبوط، بيرفع رجليه بشكل ما شاء الله ممتاز من على الارض، وبيرجع يقابل الارض بمنتهى القوه بتديله دفعه كويسه جدا لقدام. وهنلاقي ان اللعيبه بتاعت الفرقه التانيه بيجروا وراه ومش عارفين يحصلوه، بالرغم من ان هو معاه الكوره وهم بيجروا من غير كوره، ومع ذلك كان برضو اسرع منهم لغايه ما خلص الكوره بجون عالمي. وهنا هجاوبك على السؤال اللي في دماغك. يعني انا لو جيت اتدربت معاكم سيشن في البرنامج بتاعكم دوت هبقى زي سوبرمان اللي انت بتتكلم عليه دوت؟ اكيد مش شرط دوت يحصل. والحقيقه ان انا مش هقدر اجاوبك اجابه تفصيليه للسؤال دوت، ومفيش مخلوق على الارض يقدر يجاوبك على السؤال دوت. ولو عايز تعرف ليه محدش هيقدر يجاوبك، تابعني ال3 فيديوهات اللي جايين، حرفيا هيغيروا حياتك الرياضيه. واعمل لي فولو علشان اكيد هتستفيد كتير قوي. ولو عايز تنضم للبرنامج بتاعنا الخاص بالسرعه والتحمل، ابعت لي على الواتساب وانا هبعت لك كل التفاصيل. مستنيك يا بطل. سلام.